كنا شايفين القمر بس شايفيه من بعيد، واليوم راح أشوفكم القمر من قريب. Oh my God! واو! شخص ما شايف القمر اليوم راح يشوف القمر. اليوم قررت أشوف القمر من قريب، أجيبه يمي وأشوفه، أشوف شكو عليه ماكو عليه. فاليوم راح نشوف القمر. شلون راح نشوفه؟ جبت هذا الناظور، ما أعرف شو اسمه، يا خرا شنو هذا؟ زوم من 10 إلى 30 في 50. مهم ما أعرف يعني إيش قد القياسات مالته، بس المهم هذا مثل ما تشوفوه جبته. الشغلات اللي بيه خليني أفتح قدامكم. أول شغلة هذا الناظور، حلو. هذا الناظور من هنا نشوف ومن هنا نباوع، هيك نباوع اي هيجي. هذا الناظور تمام. شوف بعد شنو وياه. هذا الستاند مالته، بس الستاند مالته كلش صغير، هو هذا حجمه يعني الوزن مالته ثقيل، فهذا ما يتحمل على هذا، راح نجيب ستاند اكبر اللي هو هذا تمام. جبت انا هذا الستاند شوية اكبر من عنده، الوزن يتحمل اثقل واكبر، فهذا راح يكون افضل نستخدمه تمام. وبعد ايش عندنا ذن الغراض بقى. هاي اللي هي تنحط هنا تمام، تنحط وين؟ هنا، حتى شنو؟ حتى تكون على الكاميرا، يعني التليفون يجي يصور من هنا، كاميرا التليفون تكون هنا، فهاي راح نستفاد منها انه نشوفكم. بس الشغلة انه بالتصوير بالكاميرا جربت انه بالكاميرا ما راح يصير واضح نفس ما تشوفه العين، يعني التصوير ما راح يصير نفس اللي تشوفه العين، يعني راح يكون مختلف. هنا هاي على مود تحمي العين تيجي تخليها هنا تمام، تيجي تقعد هنا مكانها، بس ما اعرف هاي لازم تنشلع، هاي ما اعرف يعني مو قعدت هاي مكانها هنا تمام. هاي قعدت هنا، نرجع نشيلها نخليها هنا، هاي ما نحتاجها، لو نحتاجها ما اعرف. هنا هاي هنا تنشد من هاي الجهة حتى يلزم هيج، حتى يصير شلون الكاميرا على الجف مال الايد، هاي انا ما احتاجها. هنا هذا طريقة الربط مالته والشغل تمام. وهذا هنا ويا الثاني يعني بعد واحد ثاني، هاي هم تشيز. هنا هذا مال ميدالية تلزمه، يعني على مود اخاف يوقع همات نلزمه تمام. وبعد عندنا هذا يصيدون بيه الصقور، يعني هذا مو مال قمر، هذا مال كتالوج ويشرح الاعدادات مالته اللغة الانجليزية بيه. الصراحة صناعته صناعته ما اعرف شنو صناعته، ميدين ان شاينا الصيني تمام. السعر مالته تقريبا 40 يورو تمام. خلينا نروح ونجرب هذا على القمر. طبعا هسه صارت الساعة 5 الفجر وقررت اصعد فوق، لين شفت القمر طالع شوية من عنده، يعني طالع القمر بس طالع شوية، يعني شلون يعني مو كامل، هلال طالع هلال كبير، فراح اصعد واشوفكم الهلال او القمر، ناخذه ويانا هذا ونصعد. طبعا مثل ما تشوفوه هنا قدامكم، خل اقرب بعد اقرب. هاي شكله هنا نرجع هنا شكله بالتلفون العادي طبيعي بعيد، خلي هسه اشوفه انا اصور. طبعا هنا أنا قعدت اضبط بالناظور وطولت بيه تقريبا فوق 10 دقائق.
واخيرا بعد عناء طويل قدرت اضبطه. خليني اشوفكم. طبعا هنا مثل ما تشوفون شلون الهلال واضح والقمر كله واضح، حتى السواد يعني المكان الاسود واضح انه هو قمر، بس يعني ما قاعد يبين بالكاميرا نفس ما يبين بالعين المجردة او بالعين الحقيقية. فيعني مثل ما تشوفون هنا بالنظر وشوفوا الفرق، حتى بالكاميرا اكو فرق كلش كلش كبير. فمثل ما تشوفون قدامكم، وراح اشوفكم شلون شفته بالطبيعة. طبعا مثل ما تشوفون هذاك القمر وهاي النجمة. شفت القمر وحاولت اشوف النجمة. طبعا حاولت اشوف هاي النجمة، شفتها على شكل هلال كلش صغير، بس ما قدرت اشوفها يعني مو واضحة يعني، بس من ركزت عليها وقربت على شكل هلال كلش صغير، ولونها يعني شكلها مو مثل القمر. يعني القمر قدرت اشوف يعني اشياء واضحة بالقمر، النجمة ما قدرت اشوف كل شي بيها، تطلع لي مثل الوان يعني كأنما ألوان قوس قزح وفشي لامع. وشكلها ما مضبوط يعني، شكلها لحتى الآن ما أعرف يعني، من أقرب نوبة صوت دائرية نوبة هلال، فما أعرف بيها. طبعا مثل ما شفتوا التجربة، فأتمنى إذا عجبكم هذا المقطع وتحبون نكمل لكم هيك مقاطع فخلونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى توصلكم آخر الفيديوهات أول بأول. نشوفكم فيديوهات جديدة، مع السلامة.